السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نسجل الدخول كطلاب بشكل سريع بدون حتى ما نملى البيانات دي في بداية التسجيل. بكل بساطة لو انت نزلت تحت كده، لو انت من المتصفح هتدوس على التسجيل عبر جوجل بالشكل ده، هيبتدي في لحظة يدخلك على السيستم كده، انت سجلت بدون اي مشاكل. لكن لو انت رحت وقفت على كلمة المرحلة التعليمية هتلاقيه بيقول لك تحديث الاعدادات، لان انت كده بالفعل بالنسبه للسيستم لسه هو مش عارف انت سنه كام. فهنروح على تحديث الاعدادات دي كده، وهنبتدي نضيف البيانات بتاعتنا. من هنا هنبتدي نختار المرحله التعليميه بتاعتنا، وليكن مثلا اولى ثانوي نظام البكالوريا. ومن هنا هنبتدي نضيف رقم تليفوننا، وكمان هنضيف رقم تليفون ولي الامر. ولو حابين نضيف اي نبذه عننا اوكي، وهندوس على حفظ التغييرات، وهيقول لك تم التحديث بنجاح. بكل بساطة لو انت رحت كده للصفحة الرئيسية هتلاقي كل الدورات الخاصة بالمرحلة اللي انت اخترتها بالشكل ده. وطبعا لو انت عايز تغير مرحلتك التعليمية دي في حالة ان انت اخطأت مثلا واخترت مرحلة غلط، هتروح من هنا للاعدادات كده، وهتبتدي تغير مرحلتك التعليمية عادي جدا ايا تكون المرحلة التعليمية اللي انت هتخشها، وتعمل حفظ للتغييرات واوكي. ولو رحت للصفحة الرئيسية هيفتح لك الكورسات الخاصة بالمرحلة التعليمية الجديدة اللي انت اخترتها.